في أواخر الستينات في كاليفورنيا أمريكا كانت عايشة فترة اضطراب، جرايم كتير وسياسة متلخبطة، وفي وسط كل ده يظهر واحد محدش يعرف شكله ولا اسمه الحقيقي، لكن العالم كله عرفه باسم واحد، ألا وهو زودياك. قاتل متسلسل بيحب يلعب، مش بس يقتل، لأ يسيب رسائل ورموز وتحديات للشرطة والصحافة، وده اللي خلى قصته تفضل لغز لحد النهاردة. الفيلم يبدأ بليل صافي هادي، عربية راكنة في مكان منعزل، شاب وبنت قاعدين فيها، فجأة عربية تانية تقف وراهم والحكاية تنتهي برصاص وصوت صريخ وجريمة غامضة من غير أي تفسير. بعد كام يوم الجرايد تستقبل خطاب غريب من شخص بيقول إنه هو اللي عمل الجريمة بنفسه وبيمضي باسمه زودياك، والخطاب مش مجرد كلام، ده فيه شفرة ورموز وطلاسم بتتحدى الشرطة إنها تفكها بنفسها. هنا بنشوف الشخصيات الأساسية: روبرت جريسمس، وده طبعا اللي بيمثله جيك جيلنهال، رسام كاريكاتير هادي ذكي مهووس بالألغاز، فضوله هيوديه لطريق طويل جدا. بول أفري طبعا بيمثله روبرت داوني جونيور، صحفي شاطر ساخر وبيشرب كتير، عنده خبرة في القضايا الصعبة. أول ما يوصل لخطاب الجريدة جريسمس يقعد يذاكر الشفرة بنفسه، وأفري يبدأ يكتب عنها مقالات نار، والموضوع يشد الناس كلها، والقضية بتنتقل للشرطة. وبنشوف المفتش ديف توسكي اللي هو طبعا بيمثله مارك رافالو، راجل هادي وعملي وبيشتغل بالورقة والقلم، كل خطوة عنده لازم تبقى مبنية على أدلة، وبيبدأ يتابع سلسلة من الجرائم اللي شكلها مرتبط ببعض، نفس الأسلوب نفس السلاح ونفس الرسالة اللي بتوصل بعد كل جريمة. طبعا عندنا هنا طبعا قاتل مش بس بيقتل، ده بيتواصل بشكل مباشر، يبعث خطابات تهديد، يطلب نشر رسائله في الجرايد، يهدد بتفجير مدرسة، ويكتب ألغاز لازم تتحل علشان يمنع جريمة جديدة. البلد كلها بتتوتر حرفيا، ناس مرعوبة والشرطة عاجزة ومحدش عارف يعمل أي حاجة، وجريسمس رغم إنه مش شرطي يفضل يتعمق ويبدأ يدون كل حاجة ويجمع قصاصات جرائد، يحلل الرموز، وتبدأ القضية تتحول لإدمان بالنسبة له. وطبعا الشكوك بتتجمع على متهم واحد. بعد شغل شهور طويلة الشرطة توصل لمشتبه فيه غامض: أرثر لي ألين. سجله مش نظيف، تصرفاته غريبة، عنده سلوك عدواني، وناس كتير شافته في أماكن قريبة من الجرائم. توسكي يروح يحقق معاه، الراجل تصرفاته مريبة جدا لكن مفيش دليل رسمي يثبت إن هو القاتل، وده أكتر حاجة يجنن الشرطة. وطبعا عندنا انهيار بول أفري. مع الوقت بول أفري يبدأ يتعب نفسيا، تهديدات زودياك توصل له شخصيا، ينعزل، يشرب أكتر، وبعد فترة يسيب الشغل ويختفي عن الأضواء. القضية كانت تقيلة عليه. في الوقت ده جريسمس يبقى هو أكتر واحد مهتم بالقضية، مش بس مهتم، ده مهووس. انت متخيل؟ يقابل شهود، يزور اماكن الجرائم، يتكلم مع محققين من ولايات مختلفة، يوصل لمعلومات محدش كان واخد باله منها، وحياته الشخصية تبدأ تتدمر، مراته تتضايق، بيته يتلخبط، وكل وقته رايح في القضية، لكن هو مصر يكمل. من اشهر مشاهد الفيلم طبعا جريسمس يزور واحد عنده معلومات عن الافلام اللي زودياك كان بيشير ليها في خطاباته. الراجل ياخده لبيت تحت الارض، طبعا مكان ضلمة وسكون وصوت خطوات. جريسمس يحس ان الراجل ممكن يكون هو نفسه زودياك. المشهد كله توتر وخوف وبيهرب بالعافية. بعد سنين طويلة من التحقيقات الخيوط كلها ترجع لنفس الشخص: أرثر لي ألين. جريسمس يجمع أدلة كتير توصل للمشتبه ده، أماكن وجوده وتصريحاته وسلوكياته وحاجات مريبة قالها ناس شافته قبل الجرائم. وفي النهاية جريسمس يروح يشوفه بنفسه في ورشة صغيرة وما يقولوش ولا كلمة، بس يبصله ويبصله ألين، نظرة كلها توتر وكأنه بيقول أنا عارف إنك أنت، حرفيا أنا عارف إنك أنت. لكن مرة تانية مفيش دليل قانوني يمسكه. وفي النهاية الفيلم ينتهي برسالة حزينة وواقعية: القضية عمرها ما اتحلت رسميا، القاتل ما اتقبضش عليه، كل اللي عند الناس شك قوي وبس مفيش إثبات. جريسمس بعدها كتب كتاب عن القضية، وألين مات سنة 1992 قبل ما يتوجه له أي اتهام رسمي، واللغز لحد النهاردة لسه لغز. وفي النهاية قول لنا رأيك في الفيلم وفي الملخص عموما، واتفرج على الفيلم برضو عشان شيق جدا، وما تنساش تشترك في القناة، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشيره لأصحابك. بس